لو انت قاعد في صالة التحرير لا بيك ولا عليك، ولقيت رئيس القسم بتاعك او رئيس التحرير بيقول لك في حدث معين انزل هات لنا منه لقطة كويسة او فيتشر صحفي كويس، يا ترى ايه اللي هيجي ببالك في اللحظة دي؟ يا بوحة سعادتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ بكلمك انت طبعا. هل انت عارف يعني ايه فيتشر صحفي؟ هل عارف تكتبه ازاي؟ هل عارف ايه الحاجات المهمة اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتاخد لقطة الفيتشر الصحفي؟ الحاجات دي كلها هنجاوب لك عليها النهاردة في الحلقة دي، حلقة مهمة جدا ومحاضرة دسمة، ويلا بينا نبدأ على طول، ان شاء الله هتستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا وفن من الفنون التحريرية المهمة واللي برز في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، وهو الفيتشر الصحفي. إيه هو الفيتشر الصحفي؟ الفيتشر الصحفي عبارة عن فن من الفنون الصحفية المهمة، مثل الخبر والتقرير والتحقيق والحوار، فن يتلخص في الاهتمامات الإنسانية والجوانب الإنسانية، يطلق عليه باسم المعالم، واحيانا القصه الخبريه، واحيانا الفيتشر، واحيانا اللقطه. الفيتشر الصحفي حلاوته ان هو مش مقيد بالكتابه الصحفيه والقوالب الصحفيه المتعارف عليها، لا، هو بيديك مساحه كبيره في التعبير عن الحاله اللي انت بتكون فيها وانت بتصور الفيتشر الصحفي، يعني بتبدع فيه كما تشاء، بتستخدم فيه الكتابه الادبيه كما يحلو لك، تستخدم فيه الالفاظ الرشيقه، التشبيهات الحلوه، الكنايات، المجاز، بتستخدم فيه كل أدوات اللغة العربية المتاحة في إيدك، بحيث أن أنت ترسم لنا صورة كويسة تعبر فيها عن الفيتشر الصحفي وتعبر فيها عن اللقطة الحلوة اللي أنت جبتها. يبقى الفيتشر الصحفي غير مرتبط بأسلوب الكتابة، هو بيديك مساحة كبيرة تكتب فيها كيفما تشاء عشان توصل لنا صورة فيها اهتمامات إنسانية، فيها حاجة غريبة، فيها دهشة، فيها لقطة طريفة أو ظريفة قلما تحدث. الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير أخبار اليوم بيقول إن الفيتشر الصحفي فن راقي من الفنون الكتابة الصحفية، يعتمد في المقام الأول على التوثيق وعلى الدقة والموضوعية، ممزوجا بفنون الكتابة الأدبية. كما قلنا قبل ذلك إن الكتابة الصحفية هي وسط بين الكتابة الأدبية والكتابة العلمية، تأخذ من الكتابة الأدبية التشبيهات والكنايات واللغة السهلة البسيطة، وتأخذ من الكتابة العلمية الموضوعية والدقة والأرقام، وتأخذ منها المصطلحات. فبالتالي الفيتشر هنا بيميل أكتر للكتابة الأدبية. كل ما يكون معاك حصيلة أدبية، كل ما يكون معاك كثير من التشبيهات الجميلة، الكنايات، المجاز، كل ما تكون حصيلتك اللغوية كويسة فيما يخص الأمثال الشعبية، فيما يخص النصائح، فيما يخص أخبار الأدباء وأخبار الإنسان في حد ذاته والتجارب اللي بيمر بيها في حياته. كل ما أنت بتكون ممزوج بثقافة المجتمع اللي أنت بتكتب ليه، هنا أنت هتكتب فيتشر كويس جدا ولقطة هتكون حلوة في أرشيفك الصحفي. الفيتشر الصحفي مش بيجي كده من الهوا، يعني الفيتشر الصحفي عشان أنت تكتبه لازم يكون ليه حدث أكبر، وهو على هامش الحدث الأكبر ده. على سبيل المثال، لو انت دلوقتي شايف الظروف الاقتصادية اللي احنا كلنا بنعيش فيها، اسعار السلع مرتفعة جدا، تضخم عالي في البلد، كل الناس بتشتكي من غلاء الاسعار وبتشتكي من التضخم. في ظل ما انت شايف كل الوضع ده، لقيت مثلا موظف، وليكن مثلا موظف في وزارة ما اسمه الحاج ابراهيم. الحاج ابراهيم ده بيتبرع بتلت مرتبه كل شهر عشان يعمل حاجة لله، يعني بيعمل سندوتشات فول وفلافل قدام مثلا مستشفى الحسين. فبالتالي هنا اللقطة دي في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دي هتلفت عينيك ان انت تكتب عن الراجل ده، واكيد انت هتتكلم معاه، انت ايه اللي خلاك عملت كده؟ ايه اللي يخليك انت تتبرع مثلا بتلت مرتبك في ظل الغلاء اللي انت فيه؟ فهيقول لك والله انا بعمل الحاجة دي لله، وربنا الرزاق، والبركة بتحل عليا، وربنا بيبعد عني ان انا اروح المستشفيات. فهنا الصدقة اللي هو بيخرجها دي عنده قناعة تامة ان ربنا بيخلف عليه فيها. خلينا ناخد مثال تاني على الفيتشر الصحفي ونقول مثلا لو احنا دلوقتي ماشيين ولقينا مثلا طالب من ذوي الهمم بيبيع لوحات هو صنعها بنفسه، ولكن صنعها بطريقة مش بإيديه، هو مش بيرسم بإيديه، لا، هو عنده إعاقة في إيديه، ولكن بيمسك الفرشاة ببقه، وبالتالي بيرسم ببقه هذه اللوحات، وبيساعد والدته في إن هو يبيع اللوحات دي
تمام، ويتكسب من وراءها ببعض الاموال التي تعينه على الحياه. لو انت ماشي في الطريق بتاعك ورايح شغلك او رايح الجردان بتاعك ولقيت الحاله دي، اكيد الحاله دي هتشد انتباهك بحيث ان انت تقول ازاي الراجل ده او ازاي الشاب ده في الوضع ده بيرسم اللوحات دي، مين ساعده في ان هو يرسم اللوحات دي، ازاي كانت والدته بتدعمه في ان هو يرسم اللوحات دي ويكون عنده الموهبة دي. ده فيتشر صحفي مهم جدا انت تقدر تكتب عنه بسهولة، بس لما انت هتيجي تكتب عنه لازم انت تعرف ما وراء الحدث عشان تعرف تكتب عنه بشكل كويس. طيب عشان انا اكتب فيتشر صحفي كويس المفترض ان انا اعمل ايه؟ بس بقى كده ظهرت قوي. ايوه، طب انت عايز ايه دلوقتي؟ رقم 1 التجول الكثير في الشوارع. اكتر بيئة بيكون فيها الفيتشرات الصحفية هي الشارع المصري، خاصة التجول الكتير وان انت تسمع للناس وانت ماشي وتركز في اللقطات اللي بتعدي عليك. يعني انت ماشي لازم تكون، وانت ماشي لازم تكون صحفي، وبالتالي وانت ماشي بتسأل هو ده بيعمل ايه، هو ده بيتكلم كده ازاي، هو ده بيبيع ايه، هو ده مثلا بيرسم ايه، هو ده بيبيع السلع بتاعته بقيمة أقل من قيمتها ليه، هو ده بيوزع سندوتشات للناس مجانا كده ليه. دي البداية اللي هتخليك تحصل على لقطات كويسة في الفيتشر الصحفي. رقم 2 لازم تتحلى بالفضول، والفضول معناها ان انت تسأل كتير زي ما قلنا من شوية، لكن هنا انت بتتحلى بالفضول ليه؟ ان انت بتقف شوية، تقف تراقب وتشوف الحاجة دي بتمشي ازاي، وقبل ما تتدخل وتقول للشخص اللي انت هتتكلم معاه انا صحفي او عايز اسجل معاك، لا انت شوف الحالة العامة ماشية ازاي، عشان لما تيجي بعد كده تسأله على اللي شفته وعلى الخبرة اللي وصلتك او التجربة اللي وصلت لك من المشهد العام قبل ما تستعجل وتروح تسأل، فبالتالي اللقطة تكون حلاوتها راحت. رقم 3 المتابعة الكويسة لكل ما يحدث حواليك في المجتمع بتاعك، لأن الفيتشر مرتبط بحدث أكبر، فبالتالي الحدث الأصغر اللي هو الفيتشر أو اللقطة اللي أنت بتدور عليها هتكون مرتبطة بحدث أكبر. على سبيل المثال الأزمة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها هتخلي فيه ناس تعمل حاجات خير كتير، فأنت ممكن تلقط اللقطة دي، أو هتخلي ناس تعمل شر كتير أو تبتدع في ان هي تنصب على الناس او تحتال على الناس، فانت هتلقط اللقطة دي. البطالة اللي حاصلة نتيجة التضخم بتخلي الناس تفكر في افكار شغل خارج الصندوق، فبالتالي انت لما بتكون عارف المشكلات اللي بتمر بالمجتمع فهنا انت هتاخد اللقطة الكويسة اللي تقدر تربطها بحدث اكبر، وهتلاقي الفيتشر بتاعك يظهر بصورة كويسة. ومكملين في الفيتشر الصحفي، ورقم 4 لازم انت تصاحب المصدر بتاعك، لان المصدر الخاص بالفيتشر الصحفي مش هو المصدر اللي انت بتكلمه في التليفون وتقول له يا معالي الرئيس او يا معالي المدير او ان انا هاخد منك كلمتين عشان انشرهم باسمك وبروزهم وكده. لا، المصدر في الفيتشر الصحفي هو صاحب القصة هنا، وبالتالي لو انت ما صاحبتوش هو مش هيتكلم معاك ومش هياخد راحته في الكلام. لما تيجي تتكلم معاه هو يديك تفاصيل اكتر، يتكلم بأريحية، تقدر انت تتصور معاه، تقدر انت تاخد منه تفاصيل الحدوتة من اولها لاخرها. رقم 5 ودي حاجة مهمة جدا ولا غنى للفيتشر الصحفي عنها، ان انت تكون مستعد ان انت تصور سواء بالموبايل بتاعك او الكاميرا بتاعتك، ومستعد ان انت تصور صورة مناسبة في الوقت المناسب بجودة كويسة، لان مفيش فيتشر صحفي بدون صورة كويسة او فيديو كويس. رقم 6 لما هنيجي للكتابة اهضم موضوعك كويس، بحيث ان انت تعرف الحدوتة زي ما قلنا من اولها لاخرها، تعرف الشخص ده بيعمل ليه كده وايه الاسباب وايه الدوافع ومين ساعده ومين كان وراه. فاكتب كل المعلومات الخاصة باللقطة بتاعتك، اكتبها كما بتكتب خبر او تقرير، ولما تيجي انت بعد كده تفرغها في الصياغة النهائية بتاعتها انت بتجيب الذخيرة اللي عندك من المفردات الكويسة والاساليب الجميلة والفصاحة بتاعتك وكل مفردات اللغة العربية بالأدبيات الخاصة بيها، وتبدأ تفرز صورة كويسة يبان فيها الإنسان، يبان فيها الأنسنة، ويبان فيها الاهتمامات الإنسانية المتعارف عليها في الفيتشر الصحفي. وخليك دايما صبور في الكتابة الخاصة بالفيتشر الصحفي، لأن زي ما قلنا في البداية الفيتشر الصحفي غير مقيد بالقوالب والأشكال الصحفية المتعارف عليها زي قالب الهرم المعتدل وقالب الهرم المقلوب والكلام ده كله. لا، أنت بتكتب براحتك كما يحلو لك، وكأنه كتابة مقالية غير مرتبطة
بأي قوالب خاصة بالكتابة الصحفية. وهنا لازم ننبه على حاجة، إن المقدمة أهم ما في الفيتشر الصحفي. زي ما العنوان هو اللي هيجذب القارئ لأن هو يقرأ الموضوع بتاعك، فالمقدمة هنا وكتابتها لازم تاخد عناية كبيرة منك، بحيث ان انت تكتب مقدمة شيقة تشد انتباه القارئ وتعيش في ذهنه. كمان مهم جدا الوصف بمعناه ان انت بتوصف الاشياء في حيويتها، في طبيعتها، ازاي الشخص ده كان بيساعد الناس، ازاي كان بيفرح الناس ويضحكهم. الحاجات دي كلها محتاجة وصف منك، والوصف لا غنى عنه زيه زي الاهتمام بالمقدمة بالظبط. طبعا ما ننساش العنوان بقى. العنوان ده عصب الفيتشر الصحفي، وكل ما العنوان بتاعك كان كويس وكل ما العنوان بتاعك كان جذاب، الفيتشر الصحفي هيعيش وهيلاقي من القراء الاستحسان. وكمان الفيتشر الصحفي بعنوانه الكويس والمقدمة زي ما قلنا والاعتماد على الوصف وان انت تستخدم حصيلتك اللغوية هيخليك هنا ان شاء الله تكون صحفي فيتشر كويس جدا يشار ليك بالبنان. كمان عايز اقول لك على حاجة، ان الفيتشر الصحفي يبان ان هو فن صعب شوية. صحفي في كل الاقسام غالبا بيكون عنده مصادر هو بيغطيها، زي مثلا وزارة كذا، احزاب، برلمان. الحاجات دي كلها بتسهل على الصحفي حصيلة كبيرة من الأخبار والتقارير اللي بيشتغل فيها، فهو عارف هو بيشتغل فين كل يوم. بخلاف الفيتشر الصحفي بيحتاج ان انت تمشي كتير في الشارع، بيحتاج ان انت تتابع سوشيال ميديا كويس، بيحتاج ان انت تكون ملم وعارف كل اللي بيحصل في البلد بتاعتك او في المجتمع بتاعك او المحيط بتاعك، وكمان الناس البسيطة العادية بتتكلم على ايه اللي بيشغل بالهم، بيفكروا ازاي، بيعملوا ايه لما بتقابلهم ازمات او مشاكل. فبالتالي وانا ماشي في الشارع لازم القط اللقطة الصحفية الخاصة بيا او الخاصة بالفيتشر الصحفي عشان اوثقها واقول بناء على الاحداث دي في فيتشر صحفي هنا كويس او في ناس معينة بتعمل حاجة معينة. وفي نهاية الحلقة اتمنى ان الحلقة دي تكون افادتكم. هي محاضرة دسمة، أنا هسيب لكم في الديسكريبشن إن شاء الله حاجات تقدر تفيدك في فهم أكتر للفيتشر الصحفي، وكمان هسيب لك روابط لبعض الأمثلة اللي أنت إن شاء الله لو اطلعت عليها هتقوي عندك الحصيلة الخاصة أو المعلومات الخاصة بالفيتشر الصحفي. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.